لو طفلك داخل أولى ابتدائي، النهاردة هنتكلم عن تدريب لازم يكون عارفه ومتمكن كويس جدا من إجابة التدريب ده. طيب التدريب ده ايه اللي بيخليه مختلف؟ التدريب ده مميز لأنه هو بيخلي الطفل متمكن من 4 حاجات مهمة جدا. هو ايه؟ أنا عندي التدريب بيقول استمع إلى الكلمات الآتية ثم أكمل الحرف الناقص ثم اضبطه. الترم الأول من منهج سنة أولى ابتدائي عبارة عن صوتيات. يعني إيه صوتيات؟ الحروف كلها تكون الطفل عارف صوتها ب3 حركات: فتح، كسر، ضم، والسكون كمان موجود، بس احنا هنخلي السكون على جنب دلوقتي. يعني الطفل يكون عارف الحرف، وليكن مثلا حرف الب، ب، بي، بو، وكمان يكون عارف شكل الحرف في أول الكلمة أو أوسطها أو آخرها، وطبعا يكون عنده حصيلة لغوية كبيرة من الكلمات اللي بتضم ال3 حركات مع بعض. ده منهج الترم الأول أولى ابتدائي عربي. التدريب ده بفضل الله يعتبر شامل المنهج ده أو لامم فكرة المنهج كاملة، بمعنى إن هنا الكلمة موجود فيها حرف ناقص، والمفروض ان الطفل هيستمع لصوت الحرف ويميزه ويكتبه وكمان يضبطه. طيب الفكرة كمان معايا اني انا لما اتكلم مع الطفل واقول له على كلمة كاملة يشوف هي مين في الكلمات دي، مش هقول له انا بقول لك الكلمة دي ولا بقول لك على الكلمة دي، انا هخليه يعتمد على نفسه بشكل كامل. يعني مثلا حل مثال مع بعض. هقول له ايه؟ هقول له مثلا بعث، بعث، او بعتذر، بعث. يبقى انا كده قلت كلمة. هو اول حاجة بيميز بداية الكلمة. الكلمة بتقول ايه؟ بعث. يبقى هو هيدور على كلمة بتبتدي بالباء، لقى 2 ب وب. طب يسمع الكلمة تاني، بعث، بعث. يبقى هي دي الكلمة اللي الميس عمالة تقولها له، ولو دلوقتي سمعها وميز بدايتها عشان يميزها بين بقية الكلمات، مطالب منه الخطوة التانية انه يكمل الحرف الناقص. بعث هو حرف الساء، وكمان يضبطه س يبقى عليه فتحة. تدريب محدش من الأطفال هيتمكن من إجابته غير اللي مخلص ال3 حركات ومتمكن فيهم حرفيا. المنهج ده اسمه صوتيات. حاولي تشغلي التدريبات اللي فيها لفظ استمع كتير مع طفلك، واللي فيها لفظ قراءة، لأن الهدف مش النقش في الكشاكيل، الهدف تمييز الطفل لصوت الحرف مع الحركات القصيرة. هنقول مثلا على تدريب تاني، وليكن مثلا بعتذر كلمة تانية، فتحة، فتحة. يبقى أنا هنا قلت الفا، فا دي فو مش معايا، فا، يبقى هي دي الكلمة اللي القصد الميس عليها، فتحة. طبعا هنا معلومة كمان مهمة بتخلي الطفل يأكد لي إنه متمكن ومتميز من حروف الرفع. لما بيدور على الحرف الناقص وبيكمله بيبقى عارف قاعدة حروف الرفع. هنا التي مش من حروف الرفع، فهتمسك في الكلمات عادي. طب المثال اللي بعده، شربا، شربا، شا، فين الشاء؟ اهي، يبقى هي دي الكلمة شربا، ناقصة حرف الري. ادي اللي لسه بنتكلم عنه، ان اللي ناقص ده حرف رفع مش هينفع امسكه في الباء. يبقى التدريب ده بجد بجد هو تقيل شوية، بس بيلملي حرفيا منهج ترم كامل. يلا اخر حاجة، فصل، فصل، فو اهي، صي، يبقى انا عندي الصي هي اللي ناقصة. فصل، صبرا، صبرا. انا ما عنديش الحرف هنا موجود، لكن بقيت حروف الكلمة صبرا، ادي البي وادي الراء، يبقى انا هنا ناقصني الصو اللي في الاول. يبقى انا هركز في السمعيات واصوات الحروف، وكمان هضبط الحرف حسب صوته اللي سمعته، وكمان هميز الحروف الرافصة، وهتأكد ان طفلي متمكن منها. كل ده في تدريب واحد بس.